السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البامية الخضراء اللي هي بيقولوا عليها الصعايدة ويكة، بطريقة سهلة وجميلة وحلوة وطعمة. بصوا الويكة دي يا جماعة، هي دي الويكة. عارفين البامية لما بنجيبها ونقلمها ونعملها بطماطم أو بدمعة بنقول عليها براني، لكن لما بنقطعها ونعملها ويكة بالمنظر دوت بتبقى اسمها ويكة. بيبقى ويكة اللي هي بتبقى خضرة جدا يا جماعه، مش بطماطم اللي اولادنا الصغيرين بيقولوا عليها ايه، براني. بصوا الباميه جميله ازاي. انا جايباها وسط يعني حلوه صراحه. يعني في ناس بتحب تجيبها كبيره عشان تعمل منها الويكة، والصغيره للصلصه يعني، والبراني اللي هي الحمراء اللي بيقولوا عليها الدمعه. لكن انا بحب اجيبها وسط عامه. زي ما انتم شايفين انا غسلتها كويس جدا وحطيتها في المصفى صفت، وبعد كده قطعت القمع من فوق والديل وقطعتها ترانشات. بصوا عملتها ازاي. انا هوريكم بقى واحده، سايبلكم واحده عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. يبقى نغسلها كويس قوي 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 وننشفها كويس في المصفى، وبعدين ناخدها نقطع القمع اللي من فوق دوت وايه ونقطعها ترانشات زي ما انتم شايفين كده. بنقطع القمع اللي من فوق والحته اللي في الديل من تحت اهي مقطعاها انا، وايه وترانشات ترانشات بقى رفيعه على قد ما تقدري. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الشوربه الجميله بتاعتنا اهو. بصوا انا كنت جايبه كيلو، عملت نصه وشلت نصه في الفريزر، ما يجراش اي حاجه، في كيس كده اهو زي ما انت شايفه فضي. طلعي منه الهواء واقفليه وحطيه في الفريزر لاكله تانية. كنت عامله فراخ، فاديني طبعا ايه البصل بقى والجزر والطماطم والورق اللورا والحبهان بصفيهم، باخد شويه شوربه على الويك. يبقى حطيت الويكه في الحله وايه وحطيت عليها شويه شوربه زي ما انتم شايفين كده. يعني ان كان نص الحله ويكه بزود كده كبشتين كده 3 ولا حاجه ايه زي ما انتم شايفين كده، ونحطها على نار وسط. نحطها على نار وسط حبايب قلبي عشان تستوي. انا هحط الغطا كده نص كده تغطيه عشان ركز معايا. اول ما يغلي هشيل الغطا عشان ما يفرش، وخلي بالكم يبقى نار وسط والغطا مش محطوط كامل والا هتفور يا حبايب قلبي. شلت الغطا اهو. اي ريمه زي كده هشيلها بمعلقه بقى بمصفى سلك براحتك خالص. هشيل الريمه اللي هتطلع دي وهي على نار وسط كده بتستوي. بصوا خضره وجميله ازاي. الويكه بتبقى حلوه يا جماعه في الصيف زي ما انتم شايفين كده اهوت. الصيف ايه بيبقى مش الجو الحر دوت بيخلي الواحد مش مستحمل الطبيخ اللي هو بصلصه. يعني بدل ما تعمليها براني اللي هي الصواريخ اللي هي بدمعه، لا احنا بنحبها ويكه كده تبقى خفيفه. بصوا بقى مسكت حته كده ترانشايه كده وبالمعلقه كده اهوت بايه بكسرها كده بشوفها استوت ولا لا. بقت سهله كده وجميله واستوت. اجيب بقى المفرك بتاعي. بص انا بالمفرك بتاعي الخشب، انا على قديمه يا جماعه، انا على قديمه المفرك بتاعي الخشب. وزي ما انتم شايفين كده يمين وشمال لغايه ما بكسر ايه بتبقى خلاص مستويه فبتتكسر على طول. لو انت ما عندكيش مفراك او عندك الهاند بلندر، ضربه والتانيه تبص تلاقي خلاص بسم الله ما شاء الله مش من غير مجهود ولا تعب. الشوربه كانت متحيقه شويه، فانا طبعا ايه زودت شويه ملح وفلفل. عايزه تحطي مكعب مرق الدجاج برضو في الشوربه مفيش مشكله براحتك. عايزاها بقى تقيله خفيفه دي حاجه ترجع لك انت. لقيتيها تقيله زودي لها شويه شوربه. لما تكون تقيله وتزودي لها شوربه احسن ما تطلع منك خفيفه حبيبه قلبي. زي الملوخيه كده تقدري تعالجيها. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى الثوم معلقه سمنه كبيره كده حلوه، وحطي بقى فيها معلقه كبيره ثوم. عايزينها لونها ذهبي كده حلو كده زي ما كنا بنعمل ايه طشه الملوخيه عادي خالص. واول ما التومه تبقى لونها ذهبي كده وحلو نحط ايه الكزبره بتاعتنا والملح والفلفل. لان لو حطينا كزبره من دلوقتي هتدي لون بسرعه، والتومه لسه ايه ما استوتش ونيه. فبستنى شويه لما التومه تبقى لونها ذهبي كده وحلو اروح حاطه ايه اروح حاطه الكزبره. واول ما تبقى لونها ذهبي وجميل كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله داخله على لون الذهبي الجميل اهو. اهو شويه فلفل وشويه كزبره زي ما قلت لكم هنحطهم وقلبنا وايه. او ما بنحطهاش في الاول الكزبره عشان ما تتحرقش. اول ما اللون بقى ذهبي كده حطينا الكزبره وظبطنا الملح بتاعتها وطشيها بقى على الويكه حبيبه قلبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احلى ويكه بقى جنب شويه رز وجنب لحمه فراخ اللي انت بتحبيه حبيبه قلبي. شويه لسان عصفور زي ما احنا عاملين شويه لسان عصفور ورز
وفراخ، والف هنا وشفا على كل اللي هياكل، وتسلم ايدين طبعا اللي هيعمل. انا بحاول ابسط الدنيا كده لبناتي المبتدئين ولاخواتي الصغيرين ولحبايبنا كلهم. احنا بنحب كده نقول كل خطوة كده عشان خاطر ايه. بصوا طفينا عليها، بسم الله ما شاء الله. الشوربة الجميلة الرايقة الحلوة دي، لو عايزين تعرفوا الرز اتعمل ازاي، الفراخ اتسلقت في البوكيه جرنيه ازاي، اي حاجة حبايب قلبي، الرز المفلفل بسم الله ما شاء الله، كل حاجة هتلاقوني حطها لكم تحت في صندوق الوصف. وكل حاجة موجودة في القناة حبايب قلبي، عملناها اكتر من مرة، انا بس عشان ما اطولش